السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كحك العيد، كحك الجواهر، رهيب خالص وفاخر وشيك جدا، وألذ وصفة كحك ممكن تاكلوها، وكمان مقاديره مظبوطة. بعمله بنفس مقادير الكحك العادي اللي أنا بعمله، بس الفرق إن أنا بزود عين جمل على الكحك اللي هو كحك الجواهر. أنا عاملة 2 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات 72%، مع شوية ملح و6 كوبايات سمن ساخن اللي هو المقدوح. بحط 4 كوبايات سمن بلدي و2 روابي اللي هي روابي القشطة، حلو جدا وكله بيمتزج مع بعض وبيدي طعم حلو. معايا باكو بيكنج باودر كامل، و2 قطعة خميرة بيرة كبيرة، ومعلقتين سكر كبار، وكمان بحط كوباية مية اللي هي بتكون دافية، وطبعا معايا كوباية عين الجمل المجروش. انا معايا هنا حوالي كوباية ونص. معلقتين كبار ريحة كحك. هنزل على الدقيق المنخول، طبعا لازم يتنخل الأول. معلقتين ريحة الكحك الكبار، وشوية الملح اللي على طرف المعلقة، وهنزل بكيس بيكنج باودر كامل، وهقلب الدقيق كويس جدا على بال ما السمنة معايا تتقدح وتسخن كويس، علشان هنزل بيها على المقادير بتاعتي ديت. عايزة تقسمي المقادير، اعملي مقادير الكيلو تقسمي على طول. الكيلو بيتحط 3 سمن، نص بيكنج باودر، نص مية، معلقة كبيرة ريحة الكحك، طبعا قطعة خميرة كويسة كبيرة، ومعلقة سكر كمان. أنا بشتغل بالخميرة الكبيرة اللي هي الحية، أنا مش بشتغل بالأكياس اللي هي عادية ديت، أنا مش بحبها. أنا بصراحة بحب الخميرة الحية، بتدي طعم حلو للكحك وتخليه حلو. أنا أعرف إن السمنة معايا اتقدحت، باخد على طرف صباعي كده شوية دقيق وبحطهم على السمنة ينزلوا كده بيفوروا، بعرف إن السمنة خلاص كده بتغلي. هحط 6 كوبايات سمن، بحط 4 بلدي و2 روابي قشطة، بتدي نفس النتيجة. ولو عايزة تحطي كله بلدي براحتك خالص، انا طول عمري بحط 2 بلدي و1 روابي. دي مقاديري الكاملة للكيلو. انتي عايزة تحطي بلدي كله مفيش مشكلة، عايزة تشتغلي بالروابي العادية برضو براحتك. اللي عندك اشتغلي بيه وهيطلع معاكي احلى كحك من ايديكي. هنزل بال6 كوبايات خلاص السمنة اللي هي بتغلي، وخلي بالك كويس علشان لا قدر الله ما يحصلش لايدك حاجة. وبعدين ما تحطيش ايدك في العجين، عشان السمن هنا نازل معايا بيغلي، يعني مقدوح، يعني هيخلي العجين هنا زي النار معايا. هقعد اقلب فيه كده لغايه لما الدقيق يختفي معايا تماما، يعني السمنه تخش في الدقيق ويختفي، ما يبقاش معايا نقطه دقيق خالص. هبتدي ادعك بايدي، لما ايدي تتحمل السخونيه ابتدي ابس الكحك. من نجاح الكحكه الناعمه الدايبه ان انت تبسي العجين كويس جدا حوالي 10 دقايق. وكمان عشان الكحك يبقى معاكي كويس ودايب، برضو الميه. وعايزه كمان الكحك يبقى دايب وكويس معاكي، خلي بالك لما بتيجي تديله الميه لمي العجين على طول، ما تقعديش تعجني، لان كتر العجن هنا هيعمل معايا عرق وانا مش عايزه كده. انا دلوقتي ببس الكحك، وزي ما قلتلك هاخد على كفوف ايديا كده، وهبتدي ابسه حوالي 10 دقايق لغايه لما كله ينعم معايا ويكون دايب خالص. اول ما خلاص نعم معايا وداب وحوالي 10 دقايق، يعني بسي براحتك خالص. لكن لما هاجي اديله كوبايه الميه بتاعته استحاله تبسي او تعجني، لان هيعمل معايا عرق زي ما قلتلك، وهينشف معاك الكحك. خدي بالك من النقطه دي. انا خلاص كده بسيت، ابتدي احضر الخميره بتاعتي اللي انا هحطها على الكحك. دلوقتي معايا قطعتين من الخميره، لان قلتلك انا عامله 2 كيلو، فحاطه قطعتين حلوين وزياده شويه علشان الخميره ما بقتش زي الاول. فزودي شويه مفيش مشكله، مش هيجرى حاجة. وبعدين بحط عليهم معلقتين سكر كبار، وهبتدي أدعك الخميرة في السكر، وبعد كده هنزل بحوالي ربع كوباية مية. وخدي بالك ان الكيلو الكحكة عامة بياخد نص كوباية مية، او كوباية الا ربع مية. ما تزوديش عن كده، ما تقليش عن نص كوباية. هقلب الخميرة كويس لغاية لما السكر كمان يدوب كويس جدا، وهبتدي اغطي الخميرة بتاعتي واسيبها تخمر على بال ما كنت ابس الكحك كمان، عشان انا ما كملتش ال10 دقايق. ال10 دقايق دول الباقي بتاعهم هتبتدي الخميرة تخمر معايا. خلاص كده العجين اتبس معايا والخميرة كمان خمرت. هنزل الاول بالخميرة على الكحك، يعني انا مش بحط المية الاول، لا بحط الخميرة واقلب بطراطيف صوابعي كده، يعني اروح واجي كده في العجينة، مش بلت ولا هعجن خلاص طالما حطيت الخميرة بالمية بتاعتها. وكمان هبتدي انزل بكوباية المية الدافية او زيادة شوية، علشان في دقيق بياخد كوباية الا ربع مية. نزلت خلاص بالكوباية بتاعتي اللي هي الدافية، او كوباية عادية مش لازم تكون دافية قوي. وهبتدي الم العجين، الم زي ما انتوا شايفين، بروح وباجي في العجين او اقطع بايديا الاتنين كده، بلم العجين، يعني مش هعجن تاني علشان العجين
ما يعملش معايا عرق والكحك يبوظ وينشف. زي ما قلتلك اسباب نشفان الكحك طبعا ان انتي ما بتبسيش ال10 دقايق، او الميه بتحطي بالزياده، او تقعدي تدعكي كتير فبتعملي عرق فالكحك بيبوظ معاكي. زي ما انتوا شايفين الكحك خلاص بيتلم معايا من العجان، وخلاص كده الكحك معايا خلص ومش هقلب اكتر من كده. هي الكحكايه هقعد ابرمها كده على ايدي، هتاخد سخونيه ايدي وهتلف كويس. هعمل فيها زي فتحة بصباعي كده، ولو لقيت تشققات يبقى هي عايزة يا مية يا سمنة. دلوقتي مفيش اي حاجة والكحكة مظبوطة معايا. هبتدي اقسم العجين معايا. هعمل كيلو طبعا بالعين الجمل اللي هو اساسا كحك الجواهر، كحك النيروز اللي هيطلع احلى كحك بالعين الجمل. وبعدين الكحك بيحب عين الجمل، ما بيحبش اي مكسرات تانية. قسمت معايا العجين زي ما انت شايفة، ونزلت بالعين الجمل اللي هو المجروش، مش صحيح ولا متكسر نصين، لا مجروش كده شوية، ويعني كبيرة، قطعة كبيرة بس علشان لما اجي الفها الكحكاية تلف معايا كويس. اهم حاجة اديها عين جمل حلو، هتطلع معاكي احلى كحك جواهر. دلوقتي ده الكحك السادة، انا بوريكي عندك المنقاش، عندك البصامة. الكحك دوت انا كمان هحشيه بالعين الجمل وكمان بالملبن وكمان سادة، يعني هشكل 3 اشكال. عايزه اوريكي ان مقاديري مظبوطه والكحكه مظبوطه. لما اجي هعمل بالمنقاش او البصامه الرسمه ثابته معايا وما اتحركتش وهتفضل زي ما هي، وهوريكي كمان لما تستوي وتدخل الفرن. وبصي كمان ما شققتش معايا ولا العجين مسك في المنقاش، ده دليل ان العجينه ناجحه معاكي. لكن لو ابتدت تنتش معاكي بالمنقاش يبقى العجين كده مش مظبوط معاكي. انا مكوره عين جمل وكمان عين جمل بالملبن وساده، وهعمل 3 اشكال زي ما قلتلك، وهخلص الكحك بتاعي. تعالوا بقى نرجع للكحك النيروز، كحك الجواهر اللي هو من نفس العجينة الكحك اللي انا عاملاها، بس الفرق ان انا بزود عليه عين جمل مجروش، وبيكون احلى كحك جواهر وشيك جدا وبيكون صغنون. وبعدين كحك النيروز ما بيتشكلش، انتي بتكوريها كده اكبر بس من الغريبة بحاجة بسيطة، وبتسيبيها زي ما هي في الصينية كده زي ما انتي شايفة كده. هو ده كحك النيروز، وحلو جدا وشيك وألذ وصفة كحك ممكن تجربوها بمقادير مظبوطة بالكوبايات مش بالجرامات. انا معايا هنا اي كحك هتحشيه بيكون على درجة حرارة 180 فاكتر، حوالي بيقعد في الفرن تلت ساعة بس. لكن السادة بياخد فترة أطول في السوى، يعني بحط السادة على درجة حرارة 160 درجة. خدي بالك من التسوية علشان الكحك ما يطلعش ني معاكي، ويكون مظبوط ومستوي معاكي من فوق وتحت. أنا مش هقدر أقولك، كل واحد الفرن بتاعه على حسب سواه. خلصت صواني الكحك بتاعي، وكمان النيروز زي ما انت شايفة تحفة ونفش، بس ما نفش قوي، قلتلك كبريه اكبر من الغريبة حاجة بسيطة بس، وهيطلع معاكي احلى كحك جواهر واحلى كحك عادي. زي ما انت شايفة نفش حاجة بسيطة، هو صغنون خالص. بصراحة جميل جدا وشيك قوي. عايزة اقولك ان الكحك بتاعي دايب جدا زي كل سنة، احلى كحك هتاكليه. وكمان ما جربت اللي هو بالعين الجمل المجروش تحفة ونعومية خالص فظيع. جربي مقاديري بالكوباية هيتظبط معاكي ويطلع معاكي احلى كحك. عايزه اقولك قد ايه هو دايب وحاجه كده بصراحه من الاخر. جربي كحك الجواهر، جديد وطعمه حلو ويشرف واخر شياكه، والذ وصفه كحك ممكن تجربوها. عايزه اوريكي قد ايه هو ناعم ومستوي كويس جدا، سواء كحك الجواهر او الكحك العادي. زي ما قلتلك انا عملت الكيلو التاني مشكلاه ما بين ملبن ومكسرات اللي هو العين الجمل كمان، وكمان عامله ساده. وكحك الجواهر دوت عامله كيلو لوحده، وزي ما انتوا شايفين دايب معايا ازاي، وشكل العين الجمل من جوه حلو ازاي. جربي وصفتي بالكوبايات. واللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وتستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.